اهلا بحضراتكم في يوم جديد من ايامنا في اسكندرية. رجعنا بقى تاني نكرر زياراتنا لحدائق اسكندرية. كنت زرت مع حضراتكم قبل كده واتكلمنا عن كل حاجة خاصة بحديقة حيوان اسكندرية، وكمان رحنا حدائق انتونيادس ورحنا المنتزه ورحنا المعمورة. في اماكن كتير جدا بفضل الله في اسكندرية رحناها وجبنا لحضراتكم تفاصيلها بالكامل. ولكن من كام يوم جالي تعليق، التعليق ده بيقول لي: يا ياسر، هي حديقة حيوان اسكندرية في ارتفاع في سعر التذكرة، وكمان هل بيتم فيها أعمال تطوير حاليا ولا لأ؟ بكل صراحة أنا بقالي كتير ما كنتش بروح من ساعة آخر مرة صورت لحضراتكم، فقررت النهاردة ناخد جولة مع بعض وندخل حديقة الحيوان ونشوف هل بالفعل في أي تطوير بيتم داخل الحديقة. هو اللي تم تطويره وما زالت أعمال التطوير مستمرة مكانين حدائق المنتزه، وشكلها طبعا اتغير، واكيد حضراتكم تابعتوا معانا. اخر جولة كانت يوم شم النسيم اللي فات، وبعد كده شفنا كمان تطوير حدائق انتونيادس، ودي بفضل الله خدناها من البداية للنهاية وتابعنا خطوات التطوير بفضل الله كلها بالكامل. كده احنا موجودين داخل حديقة حيوان اسكندرية، واللي قدامكم ده يعتبر المكان اللي كل الأسود المفروض إنها متجمعة فيه، ده بيسموه بيت الأسد. اهو شايفين في اقبال كبير جدا جدا النهارده، زي ما حضراتكم عارفين يوم الجمعه والاعياد والمناسبات بتبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. كمان النهارده تعتبر فاضيه لسه بقى، يعني الزحمه اللي انت شايفها دي ولا اي حاجه من اللي انت هتبدا تشوفه من يوم الجمعه الجايه لمده 8 ايام، ودول مده اجازه عيد الاضحى المبارك كل سنه وحضراتكم طيبين. خلاص اقترب عيد الاضحى المبارك، اقتربت وقفه عرفات، فالايام القادمه هنبدا نشوف الزحمه. شايفين يا جماعه، ده المربي او ده الحارس المسؤول عن الاسود هنا داخل حديقه حيوان اسكندريه. تفاصيل اكتر هنتكلم فيها، ولكن بعد ما حضرتك تنزل معانا في التعليقات نصلي كلنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عشان ناخد ثواب انا وحضراتكم. ولو أول مرة بتشوفنا قناتنا خاصة بكل جديد في اسكندرية، اوعى تتفرج على الفيديو ما تشرفنيش بالاشتراك. ولو حضرتك متابع معانا أو مشترك معانا في القناة من زمان يبقى لازم تقولي رأيك في جولاتنا وفي حكاياتنا في التعليقات. ولازم ندعي كلنا دعوة من قلبنا لإخواتنا في فلسطين بحق الأيام المفترجة، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم آمين يا رب العالمين. شايفين يا جماعة طبعا اللي الراجل ده بيعمله ما انصحش أي حد يعمله. لو حضرتك مالكش علاقة بالمجال اوعى تفكر تعمل اللي الراجل ده بيعمله. الراجل ده بيلاعب الأسود، ده مجاله بقى وده أكل عيشه، ولكن نصيحة محدش يفكر يعمل نفس اللي الراجل ده بيعمله. طلعنا كده بره بيت الأسود، ولو حضراتكم ركزتوا هتلاقوا إن في إقبال والناس منتشرة في كل مكان داخل الحديقة. الحديقة بتفتح معانا من 9 صباحا أو 8 ونص، من 8 ونص ل 9 هنقول 9. بعد ما الحديقة بتفتح بتبدأ تشوف إقبال كبير جدا جدا زي ما بقول لحضراتكم. شايفين الجميل بقى في الحديقة يا جماعة إن كلها أسر، كلها عائلات، يعني مش هتدخل تلاقي شباب، مش هتدخل تلاقي اللي احنا بنشوفه في أي مكان تاني. ولكن الحديقة لو ركزنا هنلاقي إن كل الموجود أو الإقبال معظمه بيبقى من الأسر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه داخل الحديقة. سعر دخول الفرد 5 جنيه، وده السعر اللي مستمر معانا حتى الآن. شايفين كده اتحركنا لمكان خاص بالأسود، ولكن ده مكان تاني. بعد بقى ما كنت نزلت لحضراتكم فيديو من فترة عن الحديقة واتكلمنا في كل التفاصيل، ناس كتير جدا جدا قالت لي: يا ياسر، الحديقة محتاجة لتطوير، الحديقة محتاجة لنظرة من محافظة اسكندرية. شايفين يا جماعة الأسر منتشرة في كل مكان داخل حديقة حيوان اسكندرية. نتمنى بقى من محافظة اسكندرية انها زي ما بتلقي النظر على اي شيء موجود في اسكندرية وبتحاول تصلحه وبتطور كمان شوارع اسكندرية. يا جماعة لو نزلتوا اسكندرية وما نزلتوش مثلا من الصيف اللي فات ونزلتوا السنة دي هتلاقوا تطوير ملحوظ في كل مكان في اسكندرية. اما عن الشواطئ بقى فحدث ولا حرج، شواطئ اسكندرية دي كده البوابة التانية اللي موجودة على محور المحمودية. اما عن شواطئ اسكندريه فحدث ولا حرج، شواطئ اسكندريه بالكامل بيتم تطويرها. فنتمنى من محافظه اسكندريه انها تلقي الضوء، نعدي بقى عيد الاضحى ونلقي الضوء على حديقه حيوان اسكندريه ويتم تطويرها بالشكل اللي يليق باقدم حدائق الحيوان اللي موجوده، طبعا حديقه حيوان اسكندريه. كمان عايز اقول لحضراتكم الحديقه بتفتح 9 صباحا، بتغلق ابوابها الساعه 6.
طول الفترة دي بتدفع التذكرة 5 جنيه، بتقدر تدخل أي مكان في الحديقة، ولكن عشان ندخل بقى ونأكل أي حيوان من الحيوانات اللي حضراتكم شايفينها زي الأطفال اللي موجودة قدامنا هما بيعملوا دلوقتي، حضرتك بتدفع مقابل طبعا للحارس اللي موجود، سواء بقى 5 جنيه 10 جنيه على حسب، ولكن دي حاجة مش محددة. وفي مكان تاني موجود داخل الحديقة ليه بوابة دخول كده، موجود فيه مجموعة من الحيوانات. المكان ده موجود فيه يعتبر زي بارك كده مفتوح، ده ليه سعر تذكرة تانية، وكنت اتكلمت مع حضراتكم في الفيديو اللي فات عنه، ولكن النهاردة انا ما روحتش ناحيته. كمان عايز اقول لحضراتكم موجود داخل حديقة حيوان اسكندرية مدينة ملاهي، ولو جيت بقى وشفتها في العيد، وان شاء الله ربنا يقدرنا ونيجي العيد ونصورها لحضراتكم، بيبقى فيها اقبال كبير جدا جدا، لان حديقة حيوان اسكندرية يا جماعة مش بتخدم محافظة اسكندرية فقط لا غير، ولكن بتخدم اسكندرية وكل المحافظات المجاورة، يعني سكان البحيرة، سكان الغربية، كل المحافظات. ده انا عايز اقول لك كمان ان في ناس بتيجي من مطروح بتتفسح في اسكندرية وبتزور حديقة الحيوان، لان على ما اظن على مستوى الجمهورية مش موجود غير حديقة حيوان الجيزة اللي موجودة طبعا في القاهرة، وحديقة حيوان اسكندرية. دول على حد علمي ان هما الحديقتين اللي موجودين على مستوى الجمهورية. لو حد عنده معلومة عن اي حديقة حيوان تانية موجودة يا ريت يبلغني. وكمان اللي انا عرفته ان حديقة حيوان الجيزة تم تطويرها في الفترة اللي فاتت، فنتمنى بقى ان الدور يجي على حديقة حيوان اسكندرية ونكملها بالحيوانات اللي مش موجودة. يعني عايزين بقى باقي الحيوانات، عايزين فيل، كل ده كان موجود، ولكن تقريبا يا جماعة الحيوانات لما بتموت ما بيتمش استبدالها بحيوانات تانية. يعني عايزين نشوف فيل زي ما كنا بنشوف زمان. كنا زمان أول ما بندخل من البوابة بنلاقي على إيدينا اليمين بيت الفيل على طول. شايفين دي منطقة قرود، ورحنا كمان لمناطق الأسود، ورحنا في حيوانات كتير فعلا موجودة، ولكن ناقصنا زرافة، ناقصنا حديقة الحيوان يكون فيها كمان فيل زي ما كنا بنشوف زمان. عارف بقى حضرتك هترد وتقول لي دلوقتي يا ياسر اكيد اللي انت بتحكي فيه ده كله مش هيحصل، وسعر الحديقة 5 جنيه طبعا سعر قليل جدا جدا بالنسبة لباقي الحدائق. يعني انتونيادس وصلت 15 و20 جنيه، كمان عندك المنتزه 25، المعمورة 30. فازاي حديقة ب5 جنيه وانت تقول لي كمان عايزين نطور الحديقة ونجيب اللي ناقص؟ دي كده المنطقة بتاعت جبلية القرود. هقول لحضرتك لو علينا سعر التذكرة وخلينا التذكرة 10 أو 15 جنيه، ولكن خدمة بقى مقابل سعر. معنى كلامي إيه؟ معنى كلامي أدخل الحديقة ألاقي كل حاجة فيها موجودة، أدخل الحديقة ألاقي بقى جميع الحيوانات وأتمشى براحتي، وأحس أنا عايز أحس يا جماعة ريحة التطوير، عايز أحس شكل التطوير داخل الحديقة. أدخل طول ما أنا ماشي ألاقي بقى عجل، ألاقي كمان العاب للاطفال مجانيه طول ما احنا ماشيين. فانا ممكن اخد منك 10 15 جنيه، ولكن حضرتك بمجرد ما تدخل الحديقه جوه تحس بالفرق. ده اللي انا طالبه من حضراتكم، واتمنى محافظه اسكندريه تستجيب لرسالتي. نتمنى من محافظنا طبعا السيد اللواء محمد الشريف يبص بعينيه على حديقه حيوان اسكندريه ويدخلها ضمن اعمال التطوير اللي طبعا شملت كل مكان في اسكندريه. مفيش مكان ولا شارع في اسكندريه غير لما التطوير طبعا وصل له. اتمنى بقى ما اكونش طولت على حضراتكم، ونتمنى نكون متابعين معاكم على قد ما نقدر اعمال التطوير اللي بتحصل داخل اسكندريه. اتمنى ما اكونش طولت عليكم. فيديو جديد يوم جديد كل سنه وحضراتكم طيبين، دمتم في حفظ الله وامانه. هتوحشوني جدا جدا من هنا للفيديو اللي جاي. ونتمنى من حضراتكم قبل انهاء الفيديو دعوه من قلبنا لاخواتنا في فلسطين، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم امين يا رب العالمين. جمعتكم مباركه.